السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مربى جميلة قوي، مربى جزر بالبنجر. طعمها حلو قوي، لو عملتيها مرة جربيها كده هتعجبك، طعمها حلو قوي. نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بتحضري يا ستي، انا محضرة 5 جزرات وسط، وحضرت بنجراية كبيرة حلوة كده، وحضرت ليمونة. شايفين 5 جزرات غسلتهم كويس قوي، وقشرت القشرة الخارجية، وجبت مبشرة بتبشري بقى الجزر من ناحية الكبيرة، يعني ما تبشريش من ناحية الناعمة، لا الخشنة. لما بيبقى خشن كده حلو قوي، والجزر مش مسلوق ولا حاجة، جزر فريش زي ما هو، والبرجر نفس الطريقة. يعني لما بتسلقي الجزر وبعد كده تروحي ضرباها في الكبة مع البنجر ما بيبقاش حلو، انما لما بتبشريه بالطريقة دي بيبقى مخرز كده وحلو قوي في المربى. بتبشري من ناحية الخشنة زي ما قلتلك، وبمسك البنجراية اغسلها كويس واشيل القشرة الخارجية زي ما انت شايفة كده، اقشرها. طبعا البنجر ما اقولكيش بقى على فيتامينات، والفيتامينات عالية فيه جامدة قوي وحلوة قوي. لما تعمليه بقى مع الجزر يبقى حاجة جميلة قوي. وطبعا المربى دلوقتي غالية قوي، لا اعملها في البيت، عبارة عن بنجر وجزر واحط له شوية سكر وليمونة وخلاص على كده يا ستي، عملنا مربى بدل ما اشتريها غالية قوي، اوفر بقى. بشرت البنجراية زي ما انت شايفاه كده والجزر، وبحضر 2.5 سكر عادي، وبحضر ليمونية، وبحضر فصين حبهان. ببدأ احط السكر 2.5 سكر، واحط بقى عليهم البنجر والجزر، وارفعه على النار يغلي غلوتين كده، واروح موطيه النار على الهادي خالص. بحط لها طبعا 1.5 كوبايه ميه زي ما انت شايفه كده قبل ما احطها على النار، وبعد كده احطها على النار. هي خدت معايا 2 كوباية ميه، يعني حطيت 1.5 كوبايه، وبعد كده زودت نص كوبايه كده، غلوتين غلى غلوتين، ورحت موطيه النار قوي. وبعد كده بدات احط ليمون بعد ما يستوى، يعني قرب ما يستوي كده، اروح عصره ليمونه، وبعد كده اروح حاطه فصين حبهان زي ما انت شايفه كده، يغلي مع بعضه كده شويه، يستوي مع نفسه كده شويه، وبعد كده اروح طفي عليه. اكون بقى محضره بطرمان، هو كده خلاص يستوى، شايفه مخرز وحلو ازاي. تجيبي بقى بطرمان تعقميه حلو قوي، وتبداي بقى المربى بعد ما تبرد تماما تبداي تعبيها زي ما انت شايفاه كده. بنحط لها بقى طبعا الليمون زي ما قلت لك على النار عشان يخليها تقعد فتره طويله، هو هيعتبر ماده حافظه. بعد كده بعبيها بالطريقه دي. حبيتي تعمليها في بطرمانات صغيره مفيش مشاكل. وشايفه بقت جميله ازاي، ووفرنا وعملنا مربى حلوه قوي، ما كلفتناش تكلفه عاليه ولا حاجه. وبالهنا والشفا.